يعني لازم ان انا اكسبها، لازم اكسب قلبها. طب يا ستي ما كل واحد يبقى في حاله وخلاص، صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي، لازم يعني يبقى في بينا تواصل. طيب احنا لما نيجي نقول ايش معنى حماة، في بعض الشعوب او في بعض الثقافات الحماة ممكن تكون ام الزوج او اخت الزوج. يعني مهم النساء المقربات من الرجل، فهي امه او اخته. طيب هل من الضروري اني انا اكسب الحماة هذه؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال، يعني لازم تكسبي أي إنسان إذا تبغى تستمر علاقتك فيه، خاصة كمان إذا كان هذه العلاقة هي مع الزوج، عشان ما تأثر على حياتي أنا. هو أنا أكسب علاقتي بحماتي ليش؟ من أجل إنه حياتي أنا ما تتأثر بشكل سلبي. لأنه إذا إيش، في مثل يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة من بات شبعانا وجاره جائع. يعني معناها الحرص إذا اليوم على الجار أنه يكون شبعان زيك زيه، هو اللي حيدخلك أنت الجنة. اللي هو المقصود بالحرص إيش هو الاهتمام. طيب، ومعرفة ما الذي يحدث وما الذي يحتاجه. فما بالك إذا بالحماة اليوم هي أقرب شخص في هذه العلاقة، لأنه هي ليست مجرد حماة، هي مم. حتكون إما عمة الأولاد وإما حتكون جدة الأبناء. فهنا السلسلة متواصلة يعني. وهذا الرجل زوجك اليوم لأنه تزوجك ما راح تنقطع علاقته بأمه، بل بالعكس محتاج امرأة تعين على برها والإحسان إليها وأداء حقوقها. فبالتالي هذه الأشياء كلها المرتبطة عشان تحدث، يحتاج من المرأة أنه علاقتها تكون جيدة بحماتها. لكن السؤال المهم، إيش مستوى العلاقة الجيدة؟ وإيش اللي نقصد به بالعلاقة الجيدة؟ وإلى أي مدى لازم تكون جيدة؟ مم. عدم الفهم الصحيح لهذه الحدود أو هذه الحقوق كيف تؤدى، أو كيف نؤدي هذا الدور، هو اللي مخلي الموضوع أنه أنا ليش لازم يعني تكون علاقتي كويسة. التساؤل مم. بهذا الشكل يجي.